لو عايزة فكرة مشروع بسيط تقدري تبدأي بيه من بيتك أو بتجهزي لعيد ميلاد ابنك أو بنتك فالفيديو ده أكيد ليكي بدون تكلفة كبيرة وبدون أدوات. شوفوا ازاي بالفوم الجليتر عملت ديكور يخطف العين. كملي معايا الفيديو للآخر علشان تشوفي عملنا ايه من فرخ فوم واحد بس. ولو لسه مشتركتيش في القناة اشتركي وفعلي زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد هعمله بإذن الله. ولو الفيديو عجبك اعملي شير ولايك علشان يوصل لناس تانية كتير. أول حاجة هنحتاجها هي الحروف. هنشوف الاسم اللي احنا عايزين نعمله وهنكتب الحروف بتاعته على برنامج الوورد ونطبعها او هنجيبها من برنامج بنترست هتكون موجودة برضه. اختاروا شكل الحروف اللي يعجبكم وطبعوه. انا طبعت شكلين واخترت واحد منهم وفرغت. مقاس الحرف فهنطبع كل حرف في ورقة A4. ده المقاس اللي انا عملته. لو عايزينه كبير كده لو عايزينه اصغر شوية ممكن تطبعوا كل حرفين في ورقة A4. انا هعمل اسم منى فطبعت الحروف بتاعته بالشكل ده وفرغتها. تاني حاجة بقى هنجيب الفوم وهو الخامة الوحيدة اللي احنا هنستخدمها في الفكرة دي. انا هعمل كل حرفين بلون. هعمل حرف لون بني وحرف لون ذهبي. اختاروا الالوان حسب ذوقكم وحسب ما تحبوا. فكده هيبقى حرف الام والان باللون البني وحرف الاو والاي باللون الذهبي. لو هتعملوا لون ولون زيي فالافضل يكون الحرف الاول هو يكون اللون الغامق. ده هيفرق جدا في الشكل وهيخليه اجمل. وممكن طبعا تعملوا الاسم كله لون واحد حسب ما تحبوا. في بقى طريقتين علشان نقص الحروف. الطريقة الأولى هنحط الحرف معدول على وش الفوم وهجيب دبابيس وأثبت الحرف بيها وبعد كده هنقصه على طول. طريقة الدبابيس دي هتنفع بس في الفوم الجليتر. الفوم السادة لأ علشان أثر الدبابيس هيبان فيه. كده أنا ثبت أول حرف هثبت بقى الحرف التاني. بعد ما ثبتهم الاتنين هفصلهم عن بعض وهبدأ أفرغهم بالمقص. وانتوا بتقصوا قصوا بالراحة علشان الحرف نفسه ما يتقصش منكم وتعرفوا تستخدموه كتير بعد كده. وطبعا لو بتعرفوا ترسموا الحروف الخطوة دي هتغنيكم عن الطباعة. بواقي الفوم اللي هتطلع دي كلها اوعي ترموها بنستخدمها في أفكار كتير جدا. جاهزين بقى تشوفوا الحروف؟ كده احنا خلاص خلصنا قص الحروف. تعالوا بقى نشيل الدبابيس ونشوف النتيجة. بصوا الحرف عامل ازاي. بجد مش هتعرفوا تفرقوه عن الجاهز. شكله حلو جدا ومفهوش اي غلطة. الطريقة التانية بقى في قص الحروف هنجيب الحرفين التانيين وجبت الفوم وهقلبه على ظهره وهقلب الحرف على ظهره برضو علشان لما نقصه يطلع معدول. وانتوا بتحددوا الحرف على الفوم حاولوا ما تهزوش الحرف علشان يطلع مظبوط وشكله حلو. كده بعد ما حددت الحرفين هفصلهم بقى عن بعض وهفرغ كل حرف. كده انا فرغت حرف الايه. الفراغات الصغيره بقى اللي في الحرف دي هقصها بمقص صغير علشان اعرف اتحكم فيها اكتر والحرف ما يبصش مني. وممكن برضو تقصوها بالقطر لو انتم متمكنين منه. كده خلاص حرف الايه خلص. هفرغ بقى اخر حرف. بصوا شكلهم حلو ازاي ما يفرقوش عن الجاهز بجد. بعد كده انا هجيب التاج ده. انا كنت طبعاه على مقاس A4 زي الحروف وفرغته. هجيب فوم بني وهقلبه على ظهره وهرسم التاج عليه وافرغه بالشكل ده. الدواير اللي في التاج دي هحط عليها دواير بالفوم الذهبي علشان تديله شكل احلى. هجيب المسطرة الدواير دي وهقص 5 دواير مقاس 20. هو ده كان مقاس الدايرة اللي موجودة في التاج. هفرغ بقى الدواير وهلزقها بالشمع على التاج.
ده كده شكله بعد ما خلص، بجد شكله احلى والدواير اديتله شكل اجمل من الاول. كملوا بقى معايا الفيديو علشان خطوة التزيين دي هتفرق معاكم جدا في الشكل. هنجيب بقى شريطين من الفوم واي وردة تحبوها. انا هعمل وردة عباد الشمس عشان لقيتها لايقة على الالوان اللي انا استخدمتها، فحبيت اضيفها معاهم. ممكن بدل الوردة تعملوا قلب او نجمة حسب بنوتة او ولد، زينوا زي ما تحبوا. هقص 5 وردات بني و5 وردات ذهبي. هحدد بالوردة على الفوم الذهبي كده، وهحددها على الفوم البني زي ما عملت في الذهبي. كده خلاص انا حددت الورد اللي انا محتاجاه. هفصلهم بقى عن بعض وهقص كل وردة لوحدها. طبعا اختاروا الالوان حسب اطفالكم بيحبوا ايه او حسب ديكورات الاوضه بتاعتهم. الزينه دي تنفع ديكور وتنفع برضو لحفله عيد ميلاد، ويكون جنبها شويه بلالين هتبقى تحفه قوي. وكمان هي مش مكلفه خالص زي ما هتشتروها. كل اللي هتحتاجيه فوم بس، وتطبعي الحروف لو مش بتعرفي ترسمي وبس كده. انا خدت معايا فرخ فوم واحد، نص فرخ ذهبي ونص فرخ بني. كده خلاص بعد ما فرغت الورد كله هقص بقى الدواير اللي في الوردة البني هقص لها دواير ذهبي، والعكس الوردة الذهبي هقص لها دواير بني. هبدأ بقى افرغ الدواير. ممكن تفرغوها بالمقص العادي هتبقى حلوة برضو، انا كان عندي المقص المشرشر ده عملتها بيه. بعد ما فرغتهم كلهم هلزقهم بالشمع على الورد بالشكل ده. بصوا بقى شكلهم جميل ازاي. كده خلاص احنا جهزنا كل حاجة. هنرص بقى كل الحاجات اللي احنا عملناها. هحط الحروف في النص كده، والتاج هحطه فوقهم في النص، وهحط وردة على حرف الام علشان تديله شكل، وباقي الوردة هوزعه حوالين الاسم كده. وبس كده خلصنا. بصوا شكلها جميل ازاي، بجد اكنها جاهزه. شكلها حلو مميز ومش هتاخد معاكم وقت ولا هتكلفكم كتير. كل اللي هتحتاجوه فرخ فوم واحد بس. بجد كل اللي هيشوفه مش هيصدق انك انت اللي عاملاه. لو عجبكم الفيديو هستنى رايكم في الكومنتات، وقولوا لي هتعملوه باسم مين. وما تنسوش تعملوا شير ولايك علشان الفيديو يوصل لناس تانية كتير. وقولوا لي حابين اعمل ايه بالفوم المره الجايه.